كرام في برنامجكم الثقافي الوطني حلوة يا بلدي. ونبدأ برنامجنا ونقول مصر التي تتحدى الزمن، عايشين أمان على أرضها، أرواحنا دي ملهاش تمن قصاد وجودها وأمنها. مصر القوية المؤمنة عايشة في قلوبنا كلنا، تفديها روحنا وعمرنا، مين في التاريخ كان قدها؟ فكرة وطن أنبت وجود على أرض تشهد بقوته، وبخط أحمر للحدود يحمي ويفرد سطوته. هي المعاني الملهمة في المعركة أرض وسما، جيشها العظيم وقت الخطر قادر يكمل في خطوته. ويسعدنا أن نقدم خالص التهاني بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وللقيادة السياسية ولقواتنا المسلحة ولأهل مصر الكرام النصر والسلام والأمان على أرض مصر. وعن نصر أكتوبر المجيد، أثبتت حرب أكتوبر عام 1973 العاشر من رمضان لمعظم الإسرائيليين أن حيازة الأراضي المحتلة لا تعني بالضرورة زيادة الأمن لإسرائيل، وهذا ما دفع رؤساء منهم مثل مناحم بيجن وموشي ديان إلى القيام بما رفضته رئيسة الوزراء إسرائيل أثناء الحرب جولدا مائير القيام به قبل الحرب، وهو إعادة الأراضي مقابل السلام. وفقدت إسرائيل بحسب المؤسسة الإسرائيلية في الفترة من 6 أكتوبر 1973 وحتى 31 من مايو 1974 الكثير من الخسائر، منها مقتل 2656 جنديا إسرائيليا، وإصابة 7251 مصاب، وتعرض 314 جندي إسرائيلي للأسر، وخسارة 102 طائرة، ونحو 800 دبابة تم تدميرها. تحيا مصر ويحيا جيش مصر في ذكرى نصر أكتوبر المجيد. أهلا وسهلا بحضرات مشاهدينا الكرام. وحول ذكرى نصر أكتوبر المجيد
الذي نسعد به في شهر أكتوبر المجيد نقول إن قال موشى ديان وزير الدفاع الإسرائيلي إن حرب أكتوبر كانت زلزالا ضرب إسرائيل. إن ما حدث في هذه الحرب أزال الغبار عن عيوننا وأظهر لنا ما لم نكن نراه من قبل، وأدى كل هذا إلى تغيير عقلية القادة الإسرائيليين. تحية وتعظيم إلى رجال قوتنا المسلحة الباسلة. ومن هنا نخرج إلى تقريرنا في العاصمة الإدارية الجديدة، ونشوف الكاميرا صورت بطلة مصر والعالم جيهان مصطفى وبتقول كلمتها فرحة بتلك الزيارة. وبركاته. معاكم الكابتن جيهان بطلة العالم في مصارعة الذراعين، 15 سنة أول عالم، أرفع علم مصر في كل دول العرب في كل دول العالم. الحمد لله صاحبة 32 ميدالية ذهب على مستوى العالم و64 ميدالية محلية وأفرع عربية. دلوقتي بكلمكم من العاصمة الإدارية الجديدة. أنا فخورة فعلا إن أنا جيت، فخورة إن أنا في بلدي مصر اللي بيتعمل فيها الصرح اللي قدامي دوت، الحاجات الجميلة فعلا. الله يبارك لك يا ريس، يبارك لنا فيك فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي. الناس اللي بتحاول تخمد بطولاته وبتحاول تكره الناس ان العاصمة الإدارية دي صحراء، لا مش صحراء، دي صرح على مستوى العالم. أنا فخورة إن أنا دي في بلدي. أنا مش مصدقة كل اللي بيتعمل، حاجة نظيفة وحاجة محترمة. أنا حاسة إن أنا ماشية في أوروبا، والله أحسن كمان من أوروبا. بشكرك يا ريس، بشكرك فعلا، ربنا يخليك لمصر، لأن فعلا إحنا يعني وصلنا لمرحلة نرفع راسنا كلنا إن إحنا مصريين. علم مصر ده مش بالسهل يا جماعة، رفعته 15 سنة على مستوى العالم. الناس كلها تعرف مين الكابتن جيهان. بوصل صوتي للرئيس عبد الفتاح السيسي، بقول لك انا الكابتن جيهان بطلة العالم، وصلت للصرح اللي انت عامله لمصر، للبلد الجديدة اللي انت عملتها لمصر. انا فخورة انك رئيسنا، فخورة ان انا موجودة معاكم. العاصمة الإدارية فخر للعرب وللعالم كله. اشكركم ان انتوا جبتوني هنا، اشكركم ان انتوا دعيتوني ان انا اجي بلدي مصر. فخورة ان انا مصرية، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. وحول السعادة نقول السعادة لا تباع ولا تشترى. السعادة مفتاح الحياة الجميلة، فبأيدينا نجعلها شقية حزينة، وبأيدينا نجعلها سعيدة عافية. ابتسم في وجه صغير ولتستمد من عينيه السعادة. اربط على يد طفل يتيم وأحنو عليه بدون تكبر ولا إظهار شفقة، وسترى في عينيه كل الحب وكل السعادة. ونخرج مع حضراتكم في تلك الفقرة التي سعدنا وتشرفنا باللقاء مع فرقة رضا للفنون الشعبية. نخرج نشوف الفقرة ونرجع إليكم، مستنيكم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامج حلوة يا بلدي، نسعد ونفتخر بوجودنا مع فرقة رضا للفنون الشعبية، ونلتقي مع الأستاذة إيناس عبد العزيز مدير عام الفرقة. نتشرف بسيادتها في الأول، وأهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. عايزين نتعرف على نشاط فرقة رضا، الفرقة العريقة اللي كلنا حبيناها وسعدنا باستعراضاتها. الحقيقة احنا في فترة نشاط كبيرة، يعني الأيام دي بالذات. احنا طبعا متواجدين هنا في اسكندرية وسعداء جدا بوجودنا في اسكندرية. نعم. بقالنا يعني حوالي 10 أيام، وفاضل لنا لسه حوالي 5-6 أيام تقريبا. واحنا مبسوطين جدا بجمهور اسكندرية. الحقيقة جمهور كبير قوي، جمهور جميل وأعلى إيرادات احنا محققينها. فده احنا وقبل كده كنا 15 يوم برضو في مسرح البالون، برضو كان إيرادات كويسة وجمهور جميل. وعندنا يعني فترة نشاط كبيرة. يعني ايه أهم الاستعراضات اللي الفرقة بتقدمها للجمهور؟
لا احنا بنقدم معظم الاستعراضات المشهوره، لان طبعا جمهور اسكندريه كان طالب فرقه رضا بقاله كتير يعني، فاحنا عاملين له كل الرقصات، حلاوه شمسنا بقى، الاقصر بلدنا، النوبه، الاسكندراني، كل الحاجات اللي بيحبوها يعني. الجميل. ان شاء الله ايه الجديد بقى اللي سيادتك بتحطوه كخطه ان شاء الله؟ احنا الخطه بتاعتنا ان احنا عاملين ملابس جديده اوريدي اتعملت خلاص، وعندنا تسجيلات كمان جديده في الفرقه، وعندنا بقى شغل كتير جاي ان شاء الله. عندنا حفلتين في العاصمه الاداريه، وعندنا في الغوري هنبقى شهري يعني، ده الميعاد الشهري بتاعنا، وعندنا كمان حفله في القلعه ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. كلها مناطق جميله نتشرف بيها في جمهوريه مصر العربيه ان شاء الله. بارك الله فيكم ومتشكر جدا. ان شاء الله. شكرا الف شكرا. اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بحضراتكم دائما معنا في برنامجكم حلوة يا بلدي. ويسعدنا اليوم أن نكون مع فرقة رضا للفنون الشعبية، تلك الفرقة التي نشرت التراث الثقافي الشعبي لمصر، وكانت لنا سفيرا على مستوى العالم. نتابع فقرات فرقة رضا وأنتم معنا في خير وسعادة. أهلا وسهلا دائما مع برنامجكم حلوة يا بلدي. شعارنا في حب مصر اتجمعنا، وحول الشباب والعمل التطوعي هو صقل للشخصية وتنمية للذات. فالتطوع أصبح اليوم سمة من سمات العصر، وفرصة تتيح للشباب الانطلاق نحو آفاق أرحب لتنمية شخصياتهم وتطوير قدراتهم والإحساس بالمسؤولية والشعور بالثقة، تكوين علاقات من العلاقات الاجتماعية، واكتساب مهارات جديدة تعزز القيم الإيجابية وتساعدهم على حل المشكلات بطريقة خلاقة. ومثال لذلك في تقريرنا القادم حول ختام الموسم الأول لجمعية المتطوعين الرسميين OVD بمديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برعاية الدكتورة الفاضلة صفاء الشريف وكيل الوزارة ومدير المديرية. ومع الحوار مع الدكتورة صفاء الشريف نخرج نتابع الفقرة ومستنيكم. أنا سعيدة بتواجدكم معنا النهاردة، والنهاردة هو يوم جميل للشباب، هو حفل ختام الموسم الأول لفريق الOVD، الفريق الرسمي للمطوعين مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية. يمكن لو كنتم متابعين معنا من الأول هتلاقي الحفلة كل تنظيمها هي من الشباب. الفكرة بدأت من البداية بشاب وفتاة من طلاب الجامعات، يحيى محمد وهنا هشام، وبدأنا من الأول
الأول قلنا عايزين نخصص فريق لمتطوعي مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية يشاركوا معانا كافة الأنشطة اللي بتتم داخل هذه المحافظة ويكونوا موجودين معانا بصفة دائمة. بدأنا بشابين، بعد كده بدأوا 30 شاب وفتاة. بدأنا لغاية السنة اللي فاتت كنا 211 شاب وفتاة، السنة دي الحمد لله وصلوا لأكثر من 800 واحد. ده إذا دل على أن حب الشباب للعمل التطوعي، لأن أنشطتهم كلها تطوعية لا يتقاضوا عليها أي نوع من أنواع المبالغ المالية، لكن هم بيزدادوا بخبرة سواء في القيادة، خبرة في الإدارة، خبرة متنوعة من تنوع الأنشطة ووضعهم في يعني في مختلف المشاكل، في مختلف الصعوبات اللي موجودة، كمان في مختلف النجاحات. ازاي يستوعب ان هو يكون بينظم بطولة لأبنائنا من ذوي الهمم والقدرات، هم نظموا بطولة للسباحة من ذوي الهمم والقدرات، ازاي يقدر ينظم بطولة للجودو لكافة محافظات مصر اللي كانت مقامة في نادي سموحة نظموها، ازاي كمان يقدر ينظم لألعاب القوى المختلفة، وازاي ينظم ان في تكريم ابطال عالم. كل الكلام ده ناتج صغير لاولادنا من فريق الOVD. النهارده هم ابهرونا في هذه الحفلة الجميلة اللي عملوها بالكامل، واحنا النهارده موجودين في قاعة كلية الطب اللي هم كمان هم اللي تواصلوا مع عميد كلية الطب اللي انا بوجه له كل الشكر والتحية، وبوجه لرئيس الجامعة الشكر والتحية انهم القاعة اداها لهم مجانا. كافة ترتيبات الحفلة لم نتكلف فيها أي نوع من أنواع الأعباء المالية. كمان الشباب لمحة حاجة مهمة جدا، وهي مدى اهتمام القيادة السياسية بيهم. فخامة الرئيس سيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية مهتم بالشباب، وصل الكلام ده للشباب فبدأوا عينيهم جايبة بيطوروا من نفسهم، وكمان بيشاركوا في كافة الأعمال التطوعية الموجودة. طب مشاركتهم ده بتديلهم انتماء لبلدهم، انتماء لوطنهم، بياخدوا المعلومة من مصادر حكومية، معلومات هي معلومات صحيحة. كمان احنا شايفين مدى اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالشباب. معالي الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة شايفين قد ايه هو مهتم بالشباب منذ توليه وتكليفه وزير الشباب والرياضة، واختياره لقيادات شابة على مستوى مصر، لأن أنا شرفت أن أكون واحدة من هذه القيادات. وفي نفس التوقيت كمان اهتمامه بالشباب في كافة المجالات، اهتمامه بشباب المتطوعين. هو كمان وزارة الشباب والرياضة بالإضافة إلى فريق متطوعي الOVD، هم كمان في وزارة الشباب والرياضة أنشأت برعاية الدكتور أشرف صبحي فريق الYLY، وهو فريق متطوعين بدأ من وزارة الشباب وانتشر إلى كل محافظات مصر. ده توسيع قاعدة للشباب، توسيع قاعدة أن يكون العمل التطوعي قد إيه في قلب الشباب وفي عقول الشباب. كمان معالي اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية مهتم بالشباب جدا ومهتم بيهم وبيحضر لهم كافة الأنشطة، بتلاقيه معانا في ماراثون على البحر، بتلاقيه معانا في مهرجان جري، بتلاقيه معانا في معارض للمرأة، بتلاقيه داعم لهم وشايفهم وعارف قد إيه إن هذه الشباب شباب محبة لمحافظتها. أنا بشكر حضرتك، بشكر شبابنا وبشكر نوابنا وبشكر كافة القيادات اللي كانت موجودة معانا النهاردة في هذه الحفل. أبهرونا الشباب بتنظيم رائع، زي ما بنقول كده بنحاول ندور لهم على غلطة بس ما عندهمش غلطة في التنظيم، وده إذا كان موجود يقول إنهم أسرة واحدة زي ما هم قالوا، فهم أسرة كبيرة لشباب صغير السن لكن شباب متحمس، بيحب بلده، مهتم جدا بالتطوع داخل بلده وداخل محافظته. أهلا وسهلا بحضرات مشاهدينا الكرام وبرنامجكم حلوة يا بلدي. وحول ملامح جمال نهر النيل نقول إن من ملامح جمال نهر النيل بمحافظة أسوان، حيث تتميز أسوان بكونها مطلة على نهر النيل بجمال وسحر الطبيعة الخلابة على ضفاف النهر، وهي طبيعة أوجدها الله سبحانه وتعالى في هذا المكان ليصبح واحدا من أفضل المواقع السياحية البيئية على مستوى العالم. ويفضل السائحون الزائرون لمحافظة أسوان الجولة السياحية
عبر مركب نيلي أو باخرة سياحية للتنقل بين مدينتي الأقصر وأسوان، أو حتى التجول بين الجزر النيلية شمال خزان أسوان. ومن جمال نهر النيل ننتقل إلى جمال آخر، وهو جمال مواهب مصر من أبنائنا الشباب وفناني الفنون التشكيلية. ونخرج للتقرير من داخل الصالون الأول لجريدة المسا العربي للفنون التشكيلية وبرعاية إعلامية لبرنامج حلوة يا بلدي. نطلع نشوف التقرير ونعود إليكم. دنيا ياسر في قصر الأنفوشي، أسطورة الورق. اتفرجي يا فنانة جيلان، أسطورة الورق. بص ازاي الورق بتمشي بيه كأني ماشي على مكنة نسيج. الشغل بتاعك ده قدام الناس دي كلها لازم يروح أكبر شركات سجاد في مصر وموكيت تشتغلي فيها، مش ممكن. بصوا عاملة ازاي، بص ازاي ماشية ازاي، ماشية ازاي بص الكمبيوتر بتاعها، وبعدين الاصفارات زي الشغل. انا مش عارف. انت عظيمه، انت الشغل جميل قوي. كملي واستمري، لان لازم تستمري على ده. شغلك حلو قوي قوي. فين يعني الشكر لباباها، لان هو اللي الشكر لباباها، لان هو اللي براعيها. وانا ده مش اول معرض انا اشوفه. متفرده، انت فنانه كبيره قوي والله ومبدعه. قولي لي بتقعدي تشتغلي ازاي في الشغل ده؟ هو الاول برسم سكتش صغير للوحه، وبعد كده برسم اللوحه على الحجم الكبير، وبعد كده بطبق بقى بالورق على اللوحه اللي انا رسمتها. شغلك حلو. فنانه مبدعه دنيا. وهي دنيا صديقتي على الفيس ولا لا؟ ماشي. شغلها حلو جدا جدا، جميل. كملي واستمري، انت شغلك حلو قوي. حلو، شغلها حلو قوي. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام. وبمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، نقدر نقول ان حجر رشيد ينسب الى مدينة رشيد بجمهورية مصر العربية، والتي عثر عليها فيها من قبل احد جنود نابليون بونابرت في الحملة الفرنسية بيير فرانسوا بوشار. وقام بترجمة الكتابات الموجودة عليه العالم الفرنسي شامبليون للغة الهيروغليفية، وهي اللغة المصرية القديمة للفراعنة، ويعود لمدينة ممفيس أي منف. وقد نقشه الكهان تذكارا لمرسوم تنصيب الملك بطليموس الخامس على عرش مصر. وينقسم الحجر لثلاثة أقسام: القسم الأول منه باللغة الهيروغليفية، والقسم الثاني باللغة الديموطوقية، والقسم الثالث باللغة الإغريقية. وقد اكتشف عام 1799 ميلاديا خلال الحملة الفرنسية بقيادة نابليون بونابرت. ويسعدنا في الحوار القادم أن نلتقي بالأستاذ فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين بجمهورية مصر العربية. نخرج للقاء ونعود إليكم، مستنيكم. أهلا وسهلا بحضرات المشاهدين الكرام في برنامجكم حلوة يا بلد، ومن داخل مؤتمر مبادرة أجمل صورة من بلدنا، والتي تنظمها نقابة السياحيين بالإسكندرية. وقد سبق لنا أن سجلنا في محافظة الغربية بداية تدشين هذه المبادرة الوطنية في تنشيط السياحة الداخلية. ويسعدنا أن نلتقي بسيادة الأستاذ فارس حسني، أمين عام نقابة السياحيين بجمهورية مصر العربية. أهلا وسهلا بسيادتك. تحياتي لبرنامج حلوة يا بلدي ولحضرتك وللشعب الاسكندراني الجميل. الله يرضى عليك، نورتنا ونستنا. ربنا يبارك لك. احنا النهارده جايين في احتفالية من احتفاليات وتنشيط السياحة في مصر تحت مبادرة أجمل صورة في بلدنا، لدعم وتنشيط السياحة في مصر، لإظهار المعالم السياحية والأثرية والوعي الأثري لمصر، لاستجلاب السائحين للعالم الخارجي بإذن الله. تمام فندم.
بالنسبة لسيادتك لدور النقابة إن شاء الله في خدمة العاملين بقطاع السياحة. بإذن الله إن شاء الله دور النقابة في خدمة العاملين هو دور أولا لخدمات العمال والدفاع عن حقوقهم والواجبات طبقا للقوانين المنصوص بها للدولة، وبنقدم لهم خدمات طبية ورعاية صحية وكل ما يشمل العامل المصري اللي بيشتغل واللي بيهتم في السياحة. نعم. الحاجة التانية حضرتك، احنا عايزين بقى المهنيين اللي بيشتغلوا في المجال السياحة ان هم ازاي يعرفوا اهم المعالم الاثرية اللي موجودة في داخل كل محافظة. ولذلك فكرة اجمل صورة في بلدنا ان الشعب المصري يكون على دراية وعلى نشر ثقافة المعالم الاثرية والسياحية اللي داخل الجمهورية. ولذلك احنا بنتجول داخل المحافظات كلها عشان تعريف واظهار اجمل صوره في بلدنا واجمل حاجه موجوده في بلدنا. وبلدنا جميله، بنقول للعالم كله ان مصر هي ام الحضارات. تمام. مصر ثاني امبراطوريه في التاريخ والعالم. نعم. هي التي ناقشت يعني التاريخ قبل ما التاريخ يبدا حتى. مصر بدات ثم جاء التاريخ. بالظبط كده. وفي ختام برنامجنا نقول مثل الهلال ويا الصليب، وحدة قلوب تحمي الوطن، لا فيها شمس في يوم تغيب ولا حد يتخلف محن. مصر التي ضحى لها الشهيد فوق الطريق والإيد في إيد، يعلى البنى على أرضها ومعاها يدور المكن. هذه الأشعار من الأستاذ أحمد قدري لبرنامج حلو يا بلدي، ونشكره عليه. شكرا جزيلا لمتابعتكم معنا، وتحيا مصر في أمن وأمان وسلامة واطمئنان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى